السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده جايه احكي لكم قصه. استحملوني بقى كده للاخر، عشان النهارده القصه بتاعت النهارده دي انا اتشتمت واتعمل لي بلوك بسببها. واحده بتكلمني بتقول لي ازيك عامله ايه، وانا بحبك وبحب فيديوهاتك ومتابعاكي وما اعرفش ايه. طب ماشي، كتر خيرك وميرسي ليكي وكده. قالت لي انا عايزه اخد رايك في حاجه. قلت لها اتفضلي. قالت لي انا حماتي من اول الجواز وهي تعباني ومضايقاني وكانت بتخليني اخدمها، وهي كانت قويه قوي عليا، وكانت بتخلي بناتها يتريقوا عليا ويكلموني باسلوب وحش وكده، وانا بناتها كلهم من سني. قلت لها معلش وبتاع واستحملي وخلي جوزك يتدخل، الكلام العادي. لقيتها بتقول لي لا، ما انا هكمل لك، ما هو انا حماتي دلوقتي ما بقتش زي زمان. قلت لها طب الحمد لله، ربنا شفتي عشان استحملتي ربنا كتب لك الخير واتغيرت معاملتها ليكي. قالت لا، هي ما اتغيرتش معاملتها ليا، هي اتهدت، المرض هدها. قلت لها معلش وبتاع، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. طب وانتي دلوقتي عامله معاها ايه يعني؟ قالت لي هعمل ايه؟ بصراحه انا بكلمك عشان كده، انا مش قادره اصفالها ومش قادره اعملها كويس، وللاسف انا بطلع عليها اللي كانت بتعمله فيا. قلت لها معلش توضح لي اكتر، بتطلعي عليها ازاي؟ قالت لي انا دايما بعملها وحش. آه، جوزي بيقول لي اكليها ما باكلهاش. بيقول لي غيري لها، بسيبها بالساعات ما من غير غيار. بناتها بيجوا بصراحة بيساعدوا على قد ما بيقدروا، بس أنا اللي قاعدة معاها في نفس البيت. آه، ما بقدرش ما بقدرش اتعامل معاها عادي، رغم انها بتبصلي بتتكلمني الكلام اللي بتقدر عليه، لان لسانها بقى تقيل شويه في الكلام وفي الحركه طبعا ما تتحركش. بتكلمني يعني انه يا بنتي ساعديني، وانا وبتعتذر بعينيها وبصوتها، لان الكلام بتقدر تقوله. وانا برضو ما بقدرش اعمل ايه، ما بقدرش اصفلها ولا بقدر اعملها كويس. قلت لها اعتبريها زي امك، انت لو امك بتعاملك وحش وجت دلوقتي عاملتك بتعاملك كويس، او يعني وقعت في ضيقه او في ظرف، او حد من اهلك او خالتك، او احنا بني ادمين، مش هنعامل الناس آه معامله يعني زي ما كانوا بيعاملونا. احنا بني ادمين، فبنحكم بمشاعرنا وباخلاقنا وبطباعنا الاساسيه. وفي النهايه دي ام زوجك، يعني هم مأمنينك عليها. لقيتها بتقولي معلش انا ما بقتش قادره استحمل، وانا عايزاكي تقولي لي ان انا كده صح، وان وان انا عايزه، انا فكرت كمان ان انا اخلص منها. لقيتها بتقولي الكلام دوت، طبعا انا مسكتش. قلت لها يعني انتي عايزاني اقول لك انتي صح روحي سميها مثلا؟ قالت لي لا، مش من درجه ان انا اسمها، بس انا ما بديهاش العلاج، ما باكلهاش، ما بغير لهاش. ومن وجهة نظري ان الكلام ده كله هيأثر في عمرها، هيخليني ارتاح. ف بصراحة ما قدرتش اسكت، وقلت لها عيب عليكي، ويعني دين تدين، واللي هتعملي فيها هيترد لها، هي حسابها عند ربنا. اللي كانت بتعمله فيكي عند ربنا، بس اللي بتعمليه فيها انت هتشوفيه دنيا واخرة. آه، ما عجبهاش كلامي وتقريبا شتمتني وعملت لي بلوك، مسحت المحادثة بيني وبينها. طيب، انا دلوقتي كلامي لكل واحدة زيها او ليها هي، ان كانت لسه بتشوفني من اكونت تاني او كده. ما تعامليش الناس زي ما كانوا بيعاملوك، عامليهم بطبعك انتي اخلاقك فين؟ ديننا فين؟ ديننا علمنا ايه؟ ديننا قال لنا ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ ان بنعامل الناس بهذا يعني بالطريقه دي، مش بنعاملهم زي ما هما بيعاملونا، والا كان ناس كتير قوي هتقطع، يعني ناس كتير من اهلها او من قرايبها. فرجعي نفسك تاني، وعلى الاقل يا ستي اخدميها الاحتياجات الاساسيه، ما بقولكيش تضحكي في وشها واقعدي معاها واتكلمي وسليها وبتاع، لا. على الاقل غيري لها، اكليها، اديها علاجها،
بس لحد ما ربنا يأذن من نفسه. مش انتي تبقي عجلتي بده ابدا، مالكيش دعوة، لان هيجي يوم وضميرك هيأنبك وممكن ما تعرفيش تعيشي. ويا ستي لو ضميرك ميت قوي كده، ربنا هيخلص حقها في الدنيا قبل الاخرة، لان ربنا ما امرناش بده. واي حما سمعاني او بتتابعني او اي حاجة، شوفي نتيجة فعلك ممكن تبقى ايه. ان يبقى في حد بيتمنى لك الموت وبيسعى لده كمان، يعني بيسعى ان هو يموتك او بيسعى ان هو يعجل باجلك. ليه؟ ليه ما نبقى كويسين ونعمل بنات الناس زي بناتنا، وعشان ما يجيش يوم حد يهنا ويبهدلنا ما تعرفيش بكره في ايه. دلوقتي انت صحتك كويسه ورجليكي شايلاكي، ما تعرفيش بكره ايه اللي ممكن يحصل. هتفضل فاكرالك الحلو والوحش، هتعمليها حلو هتفضل فاكرالك انك كنت كويسه معاها وانك كنت شايلها على راسك شيل. هتعمليها وحش، هتفضل برضو فاكراها لك، مش هتقدر تصفالك. بس فعايزه رايكم برضو في الكومنتات، آه هي تعمل ايه، وهل انا رايي صح ولا غلط. وشكرا لكم جدا.